فامضي شرفا وأضيء بتراتيل القرى وأضيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاليليو هذا عالم قبل 400 سنة جاء في أوروبا وقال بأن الأرض تتحرك، وأن هناك نظرية اسمها نسبية الحركة، بأنك أنت تشوف هذا الشيء ساكن وهو في الحقيقة يتحرك. لما قال هذا الكلام الكنيسة المسيحية قتلته مباشرة وقالوا عنه زنديق وقالوا عنه ملحد، لأنه بدأ يتكلم بهذا الكلام. بدأت الدراسات والبحوثات وانتشرت حتى وصلوا إلى هذه الحقيقة بأن الأرض فعلا تتحرك، وأن لها دورة كل 24 ساعة حول محورها يتولد منها الليل والنهار، ولها دوران مرة واحدة في العام حوالين الشمس ينتج منه الفصول الأربعة. في العلم الحديث لما وصلوا إلى القمر وبدأوا يصورون الكرة الأرضية من المراكب الفضائية، وجدوا بأن فعلا الأرض تتحرك. لكن العجيب أنهم حينما يكونون في سطح القمر وحينما يكونون في مراكب فضائية، الأجرام أو الأجزاء الواضحة من الأرض هي الجبال، فوجدوا أيضا أن الجبال تتحرك. والله سبحانه وتعالى في المعجزة ذكر هذا الكلام وذكر هذا الأمر قبل أكثر من 1400 سنة، فقال جل في علاه: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله، صنع الله، صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. وإن كان العلماء قد اختلفوا في تفسير هذه الآية، فمنهم من قال أنها ستقع يوم القيامة، ومنهم من قال بأنها واقعة الآن. وإن كان هناك اختلاف، إلا أن هذه الآية قد أوضحت نظرية نسبية الحركة، بأنك تنظر إلى الأمر، إلى المخلوق، إلى الشيء الكبير الضخم وتحسبه ساكن وهو في الحقيقة يتحرك، وقد يتحرك بسرعة هائلة جدا، كما ضرب الله عز وجل المثل وقال: تمر مر السحاب. فنحن ننظر للسحاب بعض الأحيان في كتلة كبيرة ونراه كأنه ساكن، وفي حقيقة الأمر أن الرياح تذهب به من مكان إلى مكان وتحركه بسرعة فائقة. وإذا رأينا بعض الأحيان السحاب متفرق وتأتينا أشعة الشمس منه، نرى وكأن الشمس هي التي تتحرك، وفي طبيعة الأمر وفي حقيقة الأمر أن الذي يتحرك السحاب. فما أعظم الله سبحانه وتعالى، ما أعظم الخالق البديع الذي خلق كل شيء فأتقنه وأبدعه. فلنتأمل في خلق الله، ونتفكر في كلام الله، ونعيش مع هذه المعجزة الخالدة، كتاب الله القرآن الكريم. وإلى اللقاء إلى حلقة أخرى مع برنامجكم المعجزة، والسلام ختام. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوى، فتزيد ورودا وتلاوى، وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب